كنت دايمًا باشبّهها إن حياتي في معركة وأنا والألم هو القائد الوحيد بتاع المعركة دي. قررت إني أنا خلاص أنا هاغيّر كل ده، قُلت لنفسي أنا مش هاستسلم تاني، ومش هاتعوّد على الألم والفوضى دي تاني أبدًا. قررت إن أنا لازم أتعافى وأطلع من كل اللي أنا فيه ده. يا أهلًا بيكم يا أصدقاء رشاشة النظام، ويا كل واحدة فيكم بتتابعني النهارده. يمكن كتير منكم يعرفني كدكتورة كريستين اللي بتحب التنظيم والترتيب، واللي دايمًا بتشارك نصايح تخلّي البيت أهدى والمخ أبرد. بس يمكن قليل أوي اللي يعرفوا إن ورا كل ده كانت في رحلة طويلة أوي، أوي، أوي مع الألم. رحلة غيّرتني جدًا بجد، غيّرتني من جوّه أكتر من برّه. علّمتني إن التنظيم مش بس للمساحات حوالينا، لأ ده كمان تنظيم للروح وللحياة كلّها. أيوه أنا باعيش مع الفايبرو بقى لي سنين كتيرة، وكلمة فايبرو ممكن تكون كلمة غريبة للبعض منكم أو حتى سمع عنها بس من السوشيال ميديا، وممكن تكون كابوس شبه يومي لناس تانية. بالنسبة لي كلمة فايبرو كانت أكتر من مجرد ألم جسدي الحقيقة، كانت إحساس إني محبوسة جوّه جسمي. كل حركة بتوجع، كل حاجة بسيطة كانت محتاجة مجهود خرافي. مجرد بس إني أقوم من على السرير أو حتى أقوم أعمل فنجان قهوة لنفسي في بعض الأوقات، كان حقيقي بيبقى تحدي كبير أوي، وخاصةً ده في وقت الهجمات طبعًا. أسوأ حاجة الفوضى اللي كانت حواليّا مش بس في البيت اللي كان بيتحول لساحة معركة مع كل يوم بيمُر. وخاصةً برضه في وقت الهجمات، لإن دي أكتر الأوقات اللي إحنا بنبقى بنعاني فيها وحرفيًا بنبقى ما عندناش طاقة خالص. لأ كمان الفوضى اللي كانت في دماغي، كان طول الوقت في أفكار مشتتة، في ضبابية في التفكير، نسيان، إرهاق ذهني وجسدي مستمر وما لوش نهاية. كان فعلًا طول الوقت تعبانة ومش قادرة، طول الوقت حاسة إني تايهة. آآ كنت حاسة إني غرقانة ومش عارفة أتنفّس. حقيقي ده الشعور اللي كنت بامُر فيه في الفترات دي. كنت دايمًا باشبّهها إن حياتي في معركة وأنا والألم هو القائد الوحيد بتاع المعركة دي. لكن في لحظةٍ ما وبعد سنين كتيرة من الدوران في نفس الدايرة، قررت إني أنا خلاص أنا هاغيّر كل ده. قُلت لنفسي أنا مش هاستسلم تاني، ومش هاتعوّد على الألم والفوضى دي تاني أبدًا. قررت إن أنا لازم أتعافى وأطلع من كل اللي أنا فيه ده واحدة، واحدة. وبدأت مع نفسي فعلًا واحدة، واحدة، بدأت مع نفسي من جوّه لبرّه. لإن الإحساس بالعجز كان بيقتلني كل يوم. قررت إني لازم ألاقي طريقة أستعيد بيها السيطرة من تاني على حياتي، حتى لو كانت السيطرة دي جزئية مش مهم. كنت باقول لنفسي مش مهم، المهم إن أنتِ تبدئي، ابدئي واخلصي من اللي أنتِ فيه. اكتشفت إن أول خطوة ما كانتش في العلاج، كانت مش في الأدوية وبس. طبعًا الأدوية مهمة جدًا وتحت إشراف طبيب ده شيء أساسي، لكن بداية العلاج الحقيقي بالنسبة لي كانت في إني أنضّف حواليّا وأرتّب دماغي وأبُص أصلًا للحياة كلّها كده بنظرة تانية. كنت دايمًا باقول في روشتة النظام إن التنظيم بيجيب الروقان، لكن وقتها أدركت إن التنظيم ده مش رفاهية، بالعكس ضرورة أصلًا للبقاء، وخصوصًا لمّا بتكوني بتواجهي تحدي زي الفايبرو. بدأت أنظّم بيتي ولقيت نفسي لا إراديًا كده بانظّم حياتي كلّها. الموضوع ما كانش سهل أبدًا وأخد منّي وقت كبير جدًا، خصوصًا طبعًا مع الألم والإرهاق المستمر، لكن قدرت وبدأت وزي ما أنا قدرت وبدأت أي حد يقدر يبدأ. آمم وبدأت بخطوات صغيرة جدًا، زي ما دايمًا بانصحكم برضه في القناة. قسّمت كل حاجة صعبة لخطوات بسيطة، يمكن خطوة واحدة في اليوم أو خطوة واحدة في الأسبوع. مجرد ترتيب سريري الصبح أو حتى غسل طبق واحد بعد الأكل ده كان بيحسسني بإنجاز خرافي وقت الهجمات. طبعًا مرضى الفايبرو بجد اللي هيبقوا حاسين قد إيه الحاجات البسيطة دي بتبقى بالنسبة لنا صعبة جدًا، جدًا، جدًا في وقت الهجمات، هم عارفين ده. لمّا بدأت حسيت لأول مرة إني باقدر أتحكم، مش في المرض نفسه، لكن في اللي باقدر أعيشه وأعمله رغم المرض. التنظيم ده كان روشتة الروقان اللي بدأت بيها رحلة التعافي بتاعتي. لما المساحة والمكان حواليا بقى أهدى، مخي كمان بقى أهدى. لما عرفت أقسم المهام الكبيرة المطلوبة مني لمهمات صغيرة، الإحساس بالضغط اللي عايشة فيه طول الوقت قل بكتير جدا. والنهارده وبعد سنين من التعب أقدر أقول إن لسه في أمل. أيوه، لسه في أيام صعبة وأيام الألم بيرجع يزورني فيها، لكن
لكن بقيت أعرف أتعامل، بقيت أعرف أروق، بقيت أعرف أرتاح وأعيش رغم كل التعب والألم اللي موجود. بقيت عندي روشتة النظام اللي خاصة بيّا أنا، اللي بتساعدني أعدّي الأيام الصعبة دي واستمتع جدًا بالأيام الحلوة. فلو أنتِ حاسة إنِّك تايهة زي ما كنت أنا، أو لو تعبتِ من الدايرة اللي بتدوري فيها طول الوقت، فأنا هنا علشانِك. وعايزة أقول لِك أنتِ مش لوحدِك أبدًا في الرحلة دي، إحنا كتير أوي. والسلسلة دي هتكون رحلتنا مع بعض، هاشارككم فيها كل اللي اتعلمته وكل رشادة روقان اكتشفتها في طريقي وفادتني وساعدتني إن أنا أتعافى من كل اللي كنت بامُر بيه. فلو حابين تعرفوا أكتر عن رحلتي وإزاي ممكن كمان تبدأوا أنتم رحلتكم، اشتركوا في القناة وفعّلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة، وسيبوا لي في التعليقات تحت إيه أكتر حاجة بتواجهكم مع الفايبرو، وإيه أكتر حاجة نفسكم تنظموها في حياتكم عشان تحسوا بالروقان. هاستنى تعليقاتكم وتفاعلكم، وخليكم فاكرين دايما روشتة النظام مش بس للبيت، دي روشتة لحياة أهدى ومخ أبرد حتى مع أصعب التحديات اللي بنمر بيها. أشوفكم في الحلقة اللي جاية من روشتة الروقان ورحلتي مع الفايبرو. مع السلامة.